ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. هعمل معاكم النهارده بقى كفتة الرز. طبعا كلنا بنحب كفتة الرز طبعا. هعملها معاكم النهارده. هتعجبكم قوي قوي. وهقول لكم بقى اسرارها وازاي ما تبقاش مفتحه معانا واحنا بنقليها، وما تبقاش سايحه قوي معانا في الصلصه. وان شاء الله تعجبكم قوي. انا معايا كوبايه وربع كده من الرز. يعني ربع كيلو رز، نص كيلو، ومعايا بصلايه، ومعايا حوالي 7 فصوص من الثوم. كيلو اللحمه بياخد نص كيلو رز. انا هعمل نص كيلو لحمه، مش هعمل كيلو. هحط ربع كيلو رز. انا ما عنديش ميزان، هعمل كيلو الرز، كوبايتين ونص رز. انا بقى حطيت كوبايه وربع، مش كوبايتين ونص. ومعايا بقى الخضره، وهقلبهم في بعض كده، وهروح عند الجزار هفرمهم مع اللحمه، مع نص كيلو لحمه. انا يا حبايبي طبعا لازم الرز انا نقعاه من بالليل، نقعاه غسلاه ونقعاه من بالليل لتاني يوم. وقلبت بقى عليه، قطعت بصلايه، مش هكتر البصل، هي بصلايه، كوبايه وربع رز، 7 فصوص توم، الخضره. غطيتها كده، رحت عند الجزار فرمتها. جيت معانا بقى كده بالشكل ده. فرمها ناعم قوي، لازم تقولوا له يفرمها ناعم قوي، تبقى ناعمه معانا خالص خالص، ما تبقاش الرز خشن فيها ولا كده. بصوا ايديا نضيفه ازاي. مش ما عملتش في ايدي اي حاجه، ولا عملت ولا خلت ايدي مش نظيفه. البهارات بتاعتنا بقى، انا بحط البهارات بعد ما باجي، بعد ما بفرمها، مش بحطها وانا رايحه افرمها. معايا معلقه ملح، وطبعا الملح حسب الكميه اللي انت هتعمليها. معايا معلقه كمون، معلقه فلفل اسود، ربع معلقه شطه حسب الرغبه. معايا معلقه بهارات لحمه، معلقه ملح، معلقه فلفل اسود، معلقه كمون، ربع معلقه شطه، بهارات لحمه معلقه. قلبتها كده. بصوا انا ما غسلتش ايديا عامله ازاي، قلبتهم في بعض كويس، وايديا نضيفه خالص خالص. بصوا بقى يا حبايبي، انا دلوقتي معايا معايا معلقه زيت كده في طبق. والاصلا يعني هي الكفته بتاعتي ما كانتش محتاجه معلقه الزيت، لان هي متلزقش في ايدي ولا اي حاجه. انا بس بدهن ايدي اهو، وابتدي اصبعها كده. معايا صينيه، وابتدي اصبعها كده. اصبعها متساويه كده في ايدي كلها، تبقى نفس المقاس. ماشيه على الخطوات بتاعتي ديت، وان شاء الله تاكلي احلى كفته. كان طعمها تحفه كده، وعجبت كل اللي كلوه. واصبعها كده واخليها انا بحبها الصوابع صغنونه خالص، مبحبهاش كبيره كده وشكلها بيبقى مش حلو. انا بحبها صغيره، وبعملها كلها قد بعضها كده وصغنونه. بصوا انا عاملاها ازاي. وهتكش كمان في الزيت، بس انا عارفه انا عايزاها ازاي، انا عايزاها اصغر من كده كمان. اعملي حسابك ان هي بتكش معاكي شويه بعد ما بتحمريها. هعمل معاكم كمان. بصوا، خليها صغيره كده. كمل بقى الكميه بتاعتنا، وارجع لكم تاني ان شاء الله. وبكده يا حبايب قلبي، انا خلصت الكميه قدامي. طبعا مش الكميه كلها، انا مولعه مولعه القلايه كده، طاسه يعني، حاطه فيها زيت ومولعه عليها. دي لسه معايا الحبه دول كده. بس انا بقى قلت لنفسي مش هجيب صواني بقى تانية واقعد اعمل فيها واكركب الدنيا. انا هقلي وانا واقفه اصبع. حطيت حبه في الزيت، وكملت مكانهم. مكان اللي انا حطيته في الزيت حطيت مكانه، بدل ما اقعد اكركب الدنيا حواليا واقعد املى الدنيا صواني بقى وكده. لا، انا كده كده واقفه اصبع. مشغله بقى شغلت الطاسه جنبي كده، وهتشوفوها بعد ما ترجع بقى. بصوا بقى يا حبايبي،
عامله ازاي. انا بحبها صغنونه كده، مبحبهاش كبيره. ده الحجم ايه، ده الحجم المظبوط ليها اصلا. ريحتها بقى كانت تحفه جميله. هتعجبك قوي. تعال بقى نعمل الصلصه كده بسرعه مع بعض. انا معايا معلقتين زيت، حطيت فيهم بصلايه، سبتهم بقى على النار كده. معاه فص واحد من الثوم، بيدي ريحه حلوه كده للصلصه بتاعتنا. فص الثوم اهو. هقوم انا هخرطه هقطعه كده على طول على البصلايه بالسكينه واقلبه. يا دوبك بس اشم ريحته كده. انا مش عايزه مش عايزه البصلايه بتاعتنا تتحرق ولا كده. انا بقى كنت قطعت فص الثوم على على البصلايه، وهقوم نازله بقى بعصير الطماطم كده. بقى نزلت بالطماطم بتاعتنا. انا بضرب الطماطم في الخلاط من غير ميه، ومش بصفيها، بنعمها جامد، مش باين فيها لا قشر ولا اي حاجه خالص. كده بقى بتاخد معانا، ما بتاخدش معانا سوا كتير، وعلى طول بتلاقيها اتسبكت معايا. مكان الشفشة اللي فيه طماطم ده انا حطيت فيه ميه. وهتشوفوا انا هعمل فيها معاه كده نص معلقه كده من الفلفل الاسود، نص معلقه من الكمون، حط رشه ملح. وخلي بالنا قوي ان الكفتة بتاعتنا فيها ملح، ما زودش الملح الا بعد ما احط الكفتة. دي بقى معلقة سكر صغننة كده، عشان طبعا الحموضة بتاعتنا، الحموضة بتاعت الصلصة بقى وكده. جربي كده، حطي السكر في الصلصة بتاعتنا، مش هي ان شاء الله ولا يبقى في حموضة ولا يبقى في اي حاجة خالص. وهتشوفوا بقى بعد ما نرجع كده، انا حطيت في الشفشق بتاعنا، حطيت مية. بصوا بقى الصلصة بتاعتنا اتسبكت معانا. المية اللي انا كنت سايباها في الشفشق مكان الطماطم، دي بقى اللي انا هعمل بقى، زودت بها الصلصة بعد ما اتسبكت معانا. واقلبها كده، واول ما تغلي بقى نشوف هنعمل طبعا احنا ما بنحطش الكفتة في الصلصة وبعدين نقلب وبعدين نزودها مية سقعانة. لا، كده الكفتة بتبقى بتفك معانا. بعد ما بنقلها بتفك معانا، بتبقى اللي هي طرية كده مفرولة. لا، بصوا هي غلت معانا. نزلت الكفتة تغلي بس غلوة واحدة، ادوق ملحها، لقيتها محتاجة ملح هحط لها ملح، مش محتاجة ملح خلاص. انا بس هسيب الكفتة تغلي فيها غلوة كده، عشان اشوف الملح، الملح اللي في الكفتة وكده، ويغلي مع الصلصة وكده، واشوف بقى. وهغرفها بقى، واول ما هي هتغلي غلوة واحدة بس او غلوتين، انت هتشوفيها تقطعها كده بالمعلقة، قطعت معاك على طول خلاص. بصوا بقى يا حبايبي، كانت تحفة 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 كده، يعني هتعجبكم قوي. ماشي. تعملي جنبها بقى رز ابيض بقى. كل اللي بيخافوا يعملوا الكفتة دي سريعة خالص خالص، ما فيهاش اي حاجة، متخافيش. امشي على المقادير اللي انا قلتلك عليها وان شاء الله هتدعيلي. اعملها كده، عملتها وعملت جنبها كده رز ابيض معنا المخلل بتاعنا. لو عجبتك بقى الوصفة بتاعتي كده، ما تنسيش تعملي لايك واشتراك، فعلي زر الجرس عشان يوصلك كل يوم وصفتي، وتعرفي بقى كل يوم هتطبخي ايه بكرة. واشوفكم على خير في فيديو تاني جديد.